الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. اللهم يا ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد ابدا ابدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عدوه واعز جنده وهزم الاحزاب وحده. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرساله وادى الامانه، نصح للامه فكشف الله عز وجل به الامه عن هذه الامه، وجاهد في سبيله حتى اتاه اليقين. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي الامين، وعلى ازواجه امهات المؤمنين، وعلى من اتبع سنته وقتفى اثره الى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد ايها الاخوه الاحباب احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الله عز وجل جعل اعظم سلعه في الدنيا والاخره هي سلعه الله الغاليه الجنه، التي لما اراد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ان يصفها لم يستطع، فقال: الجنه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هي دار النعيم المقيم والسعادة الدائمة والقنوط الدانية. لذلك اشتاق إليها الصالحون، جد إليها المعدون، سلك إليها السالكون، عمل لها العاملون، تزود إليها المتقون. لذلك أمرنا ربنا بالإسراع والمسابقة للحصول عليها. فقال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. لما أراد ربنا أن يصف الجنة وصف العرض ولم يصف الطول. ومعلوم أن الطول دائما يكون أكثر من العرض، فعرض الجنة كعرض السماوات السبع والأرضين السبع. الجنة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. لموضع صوت أحدكم يعني العصاية، المكان اللي يحط فيه العصا. لموضع صوت أحدكم نص متر أو متر خير من الدنيا وما فيها. لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: رأيت في الجنة عنقودا من العنب لو أخذته لظننتم تأكلون منه إلى يوم القيامة. عنقود واحد من العنب لو أخذته لظننتم تأكلون منه إلى يوم القيامة، فما
هذا عقود واحد. وأنا أقرأ عن الجنة استوقفتني كلمة ألا وهي قول سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حينما قال اشترى عثمان بن عفان الجنة مرتين. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقول عنه اشترى عثمان بن عفان الجنة مرتين. اشتراها حينما اشترى به روما وجعله صدقة للناس، واشترى الجنة حينما جهز جيشا بأكمله ألا وهو جيش العسرة، فاشترى عثمان بن عفان الجنة مرتين. طيب هنا السؤال، كيف نشتري نحن الجنة؟ ماذا نفعل في دنيانا حتى نشتري الجنة؟ إذا أردت أن تشتري الجنة فقد تشتريها بالشيء البسيط. يعني مثلا حينما تصلي ركعتين في جوف الليل الساعة 2 الساعة 3 قبل الفجر، تصلي ركعتين في جوف الليل تستشعر فيها عظمة ربك، تبكي عيناك خوفا من الله واشتياقا إلى الله. هاتان الركعتان تشتري بهم الجنة. تشتري الجنة حينما تصوم يوم في سبيل الله. من صام يوما في سبيل الله باعد الله عز وجل وجهه عن النار 70 خريفا. وفي رواية أخرى ما بين المشرق والمغرب. تشتري الجنة حينما تتفكر الفقراء واليتامى والأرامل والمساكين. تشتري الجنة حينما تكون متعاونا في خدمة المجتمع، في خدمة أهلك، حينما تكون متعاون في أعمال البر والخير. تشتري الجنة حينما تسعى جاهدا لتنظيف قلبك، فلا تجعل فيه غلا ولا حقدا ولا حسدا ولا شحناء ولا بغضاء لأحد من المسلمين. حينما تطهر قلبك أنت بذلك تشتري الجنة. لذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرنا على ذلك فقال الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعل. الجنة أقرب إلينا من شراك النعال. ثم قال والنار مثل ذلك. مثلما الجنة قريبة ونشتريها كذلك النار. لكن هناك صنف من الناس نظر إلى الدنيا فعلم حقيقة الدنيا، علم أنها مهما طالت فإنها قصيرة، ومهما عظمت فإنها حقيرة، والليل مهما طال لا بد وأن ينجلي. كذلك أيضا عمر الإنسان مهما طال لا بد وأن ينقضي. هذا الرجل حينما نظر إلى الدنيا وعلم حقيقة الدنيا هانت عليه فاختار الطريق. هذا الطريق قل من يسلك فيه، لا أحد يمشي فيه من الناس إلا القليل. قل سالكوه. هذا الطريق ليس له مكان في نهايته إلا الجنة. هؤلاء القوم أرادوا أن يعقدوا صفقة، أن يعقدوا يعني صفقة مع الله سبحانه وتعالى. أرادوا أن يتاجروا مع الله سبحانه وتعالى. فماذا فعلوا؟ أرادوا الجنة فأخذوا أغلى ما يملكون وأعطوها لله سبحانه وتعالى يشترون الجنة. هذه الصفقة لها 3 أشياء: بائع ومشتري وثمن. أما البائع هو الله سبحانه وتعالى، وأما المشتري هو هذا الجملي الذي يقف على ساحة المعركة ليدافع عن ديننا ويدافع
والثمن هو الجنة. قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وأي فوز أعظم من أنك تبيع نفسك إلى الله. لله ضر هؤلاء القوم ما أجدعهم، تركوا أوطانهم، تركوا أولادهم، أزواجهم، تركوا متاع الدنيا كلها، لا يريدون إلا شيء واحد ألا وهو رضا الله سبحانه وتعالى. لذلك وعدهم الله بأنه لن يسويهم بغيرهم أبدا. فكل الناس موتى، كل الناس موتى إلا الشهداء تموت أجسامهم ولا تموت أرواحهم. قال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نزلت هذه الآية في رجل يسمى عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه. هذا الرجل قتل في غزوة من الغزوات، فإذا بولده يقف حزينا على موت أبيه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم نادى عليه: تعال يا ولد، لماذا أنت حزين كل هذا الحزن؟ قال: مات أبي وترك عليه دين وترك أولاد. فقال: ألا أخبرك وألا أبشرك؟ قال: تبشرني بماذا يا رسول الله؟ قال: ما كلم ربك أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباه كلمه كفاحا أي من غير حجاب. فقال له يا عبد الله: تمنى علي، قلت أمني ولا حكيت تمنى علي. قال: يا رب أريد أن أرجع إلى الدنيا مرة ثانية. لماذا؟ أتريد أن ترجع لزوجتك؟ قال: لا. أتريد أن ترجع لأولادك؟ قال: لا. أتريد أن ترجع لمالك؟ قال: لا. طيب لماذا تريد أن ترجع إلى الدنيا مرة أخرى؟ قال: أريد أن أرجع إلى الدنيا مرة أخرى حتى أقاتل في سبيلك فأفضل مرة أخرى. فقال: يا عبد الله، قد علمت أنني كتبت كتابا أنهم إليه لا يرجعون. قال: يا رب فأخبر من ورائي حتى لا يتكاسلوا عن نصرة الإسلام والمسلمين. فأنزل الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كيف يحزن الشهيد وعند أول قطرة من دمه يعطيه الله عز وجل 6 خصال. أولا يغفر له كل الذنوب، يؤتى إلى ذنبه فيمحيه الله سبحانه وتعالى ويجعل صفحته بيضاء نقية لا ذنب عليه ولا خطيئة عليه، يغفر له ذنبه، ثم يرى مقعده في الجنة، ثم يجار من عذاب القبر ويؤمن من الفزع الأكبر، ويلبسه الله عز وجل تاج الوقار ويحلى بحلة الوقار، يزوجه الله من الحور العين ويشفع ل70 رجل وامرأة من أهل بيته. كيف يحزن الشهيد؟ كيف يحزن الشهيد وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في الجنة شجرة فصعد إلى هذه الشجرة
فإذا ببيت عظيم يقول والله ما رأيت مثل هذا البيت، بيت جميل لم أرى مثله قط. فسألت لمن هذا البيت وتمنيت أن يكون هذا البيت هو بيتي، لمن هذا البيت؟ قال إنه بيت الشهيد، هذا المكان هو المكان الشهيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أرواح الشهداء في جوف طير الأرض تصرخ في الجنة حيث شاءت، ثم إذا أرادت أن تبيت أوت إلى قناديل معلقة في العرش. قناديل، هذه القناديل معلقة في العرش، تأوي فتبيت في هذه القناديل. فاطلع عليهم ربنا يوما قال لهم أيها الشهداء ألا تتمنوا شيء؟ قالوا كيف نتمنى ونحن نصرع في الجنة حيث شئنا. فقال الله عز وجل أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق وعلى الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى من اتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد الإخوة الأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة وتكريم الله عز وجل بهذه الأمة أن الله عز وجل لم يجعل الشهيد هو الذي يموت في ساحة المعركة فقط، لا، إنما جعل الله عز وجل الشهيد يعطى على أشياء كثيرة. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع أصحابه قائل لهم ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا الشهيد من قتل في سبيل الله مقبل غير مقبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن شهداء أمتي قليل. ثم عدد النبي صلى الله عليه وسلم شهداء هذه الأمة فقال المقتول شهيد، الرجل الذي يموت بداء في بطنه فهذا شهيد يكتب عند الله عز وجل أنه من الشهداء. المقتول شهيد، الغريب شهيد، الحريم شهيد، الرجل تأكله السباع شهيد، الرجل الذي يتردى من على الجبل يعني يجي من فوق بيته شهيد، الذي يدافع عن عرضه، يدافع عن ماله، يدافع عن زوجته وأولاده وقتل، هذا شهيد. كذلك أيضا إذا دعوت الله بصدق، تدعي ربنا كده، دعوت ربنا بصدق أنك تموت شهيد، أعطاك الله عز وجل منزلة الشهداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الشهادة بصدق بلغه الله عز وجل منزلة الشهداء وإن مات على فراشه. لذلك لو دعوت الله بصدق بلغك الله عز وجل منازل الشهداء. انتظار الصلاة بعد الصلاة، يعني واحد مثلا يقعد بين المغرب والعشاء، هذا الرجل الذي يحافظ على ذلك يعطى أجر الشهيد عند الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الله به الدرجات. قالوا بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكان وقصد الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط
ذلكم الرباط فذلكم الرباط. يبقى انت لما تقعد بين المغرب والعشاء تمسك مصحفك، تمسك سكتك وتقرأ القرآن وتسبح ربك، أنت بذلك يعطيك الله عز وجل أجر الشهداء. الرجل الذي يقضي مصالح الفقراء واليتامى والمساكين والأرامل، هذا الرجل عند الله عز وجل يعطى أجر الشهيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. حينما تكون خادما لأبيك، خادما لأمك، بارا بأبيك وبارا بأمك، يعطيك الله عز وجل أجر الشهداء. جاء رجل إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أريد أن أجاهد معك في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك والدين؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيهما فجاهد. حينما تكون خادما لأبيك وأمك فأنت بذلك في منزلة المجاهد في سبيل الله. حينما تكسر من طاعة الله عز وجل في العشر الأوائل من ذي الحجة يعطيك الله عز وجل أجر الشهيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. يبقى حينما تكسر من طاعة الله عز وجل في العشر الأوائل من ذي الحجة تأخذ بذلك أعظم من أجر المجاهد في سبيل الله. وأعظم الجهاد هو أن تجاهد نفسك عن المعصية. فالنفس تميل إلى الشهوة، النفس تميل إلى الشهوات. فحينما تجاهد نفسك عن المعصية، حينما تجاهد نفسك وتكسر من طاعة الله، حينما تجاهد نفسك وتقوم بالليل حتى تصلي ركعتين لوجه الله، تقوم من نومك حتى تصلي صلاة الفجر، فأنت بذلك أعظم المجاهدين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الجهاد هو جهاد النفس. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على من عادانا. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.